الحلقه اللي فاتت في ناس كتير بقت فاكراني ده. لا يا عم، مش لدرجه عم دهب. هي الفكره ان احنا مش عايزين نسافر، احنا مش قادرين نسافر. السفر ده محتاج اوتيلات وشركات سياحه وفلوس كتير، واحنا يا عم معناش لكل ده. شغل له يا ابني الفيديو يمكن يفهم. احنا فقراء. اوتيلات وشركه سياحه وبتقولي فقراء؟ اسكت بقى وركز معايا. بصوا يا جماعه، مصاريفك في السفر متقسمه لثلاث اقسام: واحد مواصلاتك، اتنين اقامتك، تلاتة هي مصاريفك اليوميه، اكلك شربك الهدايا اللي هتجيبها، هتتفسح في حته معينه. على قد ما تقدر توفر في واحد من الاقسام دي او توفر فيهم كلهم، كل ما تقدر توفر في سعر السفريه كلها. وخلينا نبتدي كلام عن الاقامه، ونتكلم عن ارخص نوع في الاقامه وهو الكاوتش سيرفنج. معلش في السؤال، احب افهم ايه هو الكاوتش سيرفنج ده؟ يا حبيبي استنى وانا هشرح. في ناس في دول مختلفه بيبقى عندها مكان زياده في بيتها مستعده تستضيف ناس تانية. كاوتش سيرفنج هو عباره عن ويب سايت www.couchsurfing.com. هو بيجمع ما بين الناس الهوست اللي هي مستعده تستضيف حد والناس اللي بتسافر زي حضرتك كده. فكل اللي حضرتك تعمله ان انت هتخش على الويب سايت، تعمل بروفايل ببلاش، وتدور على البلد اللي انت عايز تسافرها وتشوف فيها الهوست اللي ممكن يرضى يستضيفك. طب وانا هستفاد ايه بقى ان شاء الله من الكاوتش سيرفنج ده؟ من ناحيه الاستفاده فانت هتستفاد كتير جدا. واحد، اقامتك هتبقى ببلاش من غير ما تدفع ولا مليم. اتنين، انت قاعد مع ناس من اهل البلد، يعني يعرفوا اماكن في البلد دي احسن من تريب ادفايزر نفسه. واخر حاجه، دي اسهل طريقه ان انت تتعلم عن عادات وثقافه البلد، انت عايش معاهم في بيتهم. لا يا راجل، كل ده اكيد الموضوع ده فيه قصدي يعني بيعملوا كل ده ليه؟ لله وللوطن؟ واكيد. تصدق ان انا غلطان اني جبتك معايا في الفيديو. الهوست هو كمان بيستفاد زي ما حضرتك بتستفاد. في اللي بيبقى عايز يتعلم انجلش فبيستضيف اجانب كتير، وفي اللي بيبقى عايز يسمع عن قصص الناس اللي بتسافر، وفي اللي هو نفسه بيسافر فبيكون صداقات من ناس بتيجي يستضيفهم عشان لما يروح بلدهم هم كمان يستضيفوه. يعني في استفاده اهو. اخر سؤال، والله اخر سؤال، انا هنام فين عند الناس دي؟ بص، هو المعنى الحرفي لكلمه كاوتش سيرفنج هو ان انت هتنام على كنبه زي كده بالظبط، بعيدا عن بنطلون باتمان ده، بس ممكن تنام في مكان تاني زي كده مثلا. وفي ناس بتبقى محظوظه اكتر، في اللي بيبقى ليه سرير في اوضه، وفي اللي بيبقى ليه اوضه لوحده خالص. كل ده هتلاقيه مكتوب على البروفايل بتاع الهوست وانت بتدور. وخليني اقول لكم الخلاصه بقى بتاعت الكاوتش سيرفنج. واحد، اهتم بالبروفايل بتاعك، ان هو ده اللي هيشد الهوست ان هو يستضيفك. بصراحه مش كل الهوست كويسين، ودي اهميه ان انت تقرا البروفايل بتاع الهوست كويس وتقرا الريفيوز اللي مكتوبه عنه. الريفيوز دي بتبقى ناس قعدت معاه وكتبت رايها فيه. حابب بس افكرك ان انت هتبقى قاعد عند ناس ريديو يفتحوا لك بيتهم ويستضيفوك، فشويه ذوقيات يعني. ممكن تعزمهم مره على العشاء، تجيب لهم سوفينير مثلا من بلدك، يعني الحاجات دي بتفرق جامد. اخر نقطه ودي للبنات. في بنات بيبقوا عاملين هوست وشرطين ان اللي يجي يقعد معاهم يبقى بنت. انا اظن الاوبشن ده مناسب جدا ليه. كده غطينا معظم الحاجات المهمه عن الكاوتش سيرفنج. المره الجايه نتكلم عن حاجه مختلفه ان شاء الله، وممكن بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الجميله دي،